ماتش امبارح فيه لقطات كتير ممكن نتكلم عنها. يعني مثلا زي لقطة علي معلول، لقطة إن الأهلي بحس إن هو لسه ماشي برضه بنفس نمط كولر، حتة إن أنا هجيب جون وهرجع أدافع برضه. يعني مش فاهم، طب ما هو أنت جبت جون كمل دوس هات التاني هات التالت. ليه أول ما أجيب جون أعمل مثلا نفس اللي كان بيعمله كولر؟ ما هو كولر مشي ليه؟ كولر إحنا ما كناش بنحبه ليه مثلا في آخر سنة ونص؟ لأن هو كان يجيب جون أرجع أدافع بقى، أرجع أدافع 90 دقيقة. طب ليه؟ ليه بحس إن عماد النحاس أول ما جه، يعني عماد النحاس أول ما جه كان بيضغط، جاب جون بيضغط عشان يجيب التاني. يعني في ماتش حرس الحدود احنا كسبناه 6 ولا كسبناه 5. الماتش ده الأهلي جاب الأول فضل ضغط، جاب التاني فضل ضغط لحد ما جاب 5 أجوان. طب ما هو ما نكمل بقى على كده. وبرضه يعني مثلا ضغط علي معلول امبارح، ضغط علي معلول. عندك مثلا عماد النحاس بدأت تحس والله إن هو بدأت أحس إن هو بيجي. يعني ضغط علي معلول دي، أنا عايز مثلا عماد النحاس يحط نفسه مثلا مكان علي معلول. ليه واحد مثلا اسطوره من اساطير النادي اللي انت ماسكه بتدربه دلوقتي، حتى لو انت مدرب مؤقت، ليه تعمل مثلا معاه اللقطه دي؟ ليه مثلا تجيبه تخليه ان هو خلاص هينزل فجاه كده مره واحده تقول له ايه لا ارجع ارجع دلوقتي؟ ومع ذلك لما قلت له تعالى مثلا في الدقيقه 90 هتنزل، هو نزل وما عملش حاجه. طب ليه؟ ما هو ده مثلا حاجه مثلا لاداره الاهلي. طب انت لو انت عارف ان هو كده كده معلول مش هيلعب، طب بتجدد له ليه؟ ما دام انت كده كده عارف ان هو مش هيلعب بتجدد له ليه؟ يعني ده اسطوره من اساطير الاهلي، التعامل معاه كده هيبقى غلط. عشان كده كنت دايما بشوف ان اعتزال ابو تريكه كان من افضل الاعتزالات اللي شفتها في حياتي. اعتزل هو في البيك بتاعه، ما كانش بيقعد دكه لحد. اعتزل في فتره هو كده كده اساسي على اي حد في مصر، ده في افريقيا كمان. بس هو قال لك انا هعتزل دلوقتي احسن ما اجي بعدين وحد يعدي دكه. برضه نفس اعتزال توني كروس. توني كروس اعتزل هو في البيك بتاعه، هو بيلعب في التوب ليفل، هو مترشح للبالون دور، هو بيلعب سيمي فاينال يورو، هو واخد تشامبيونز ليج، واخد لا ليجا. انت بقى خلاص قلت لمعلول انت عايز، ممكن مثلا انت لو كنت اداره مثلا لو قالت لمعلول احنا مش عايزينك مثلا معانا، انت ممكن معلول يعتزل فيها ساعتها. معلول يقول لك مثلا انا هعتزل في الأهلي. مش هيكمل، مش هيحب انه يروح انديه تانيه. بس ليه تقول له جدد وهتلعب ومش هتلعب وفي الاخر يحصل معاه لقطه زي كده؟ امبارح برضه في الماتش بحس ان عماد النحاس كان بيعاند في حته ان انا مش عايز ابدل دلوقتي، مش عايز اطلع ده دلوقتي. ومثلا هو بدا يبدل تدريج ان هو ينزل قفشه ويطلع لما نزل قفشه والسوليه وطلع اكرم وطلع بن شرقي. طب ليه؟ طب ما انت كان عندك انك انت تطلع طاهر امبارح ما كانش برضه في التوب ليفل بتاعه وما كانش قد كده امبارح. طب ما خلاص نزل طلع طاهر، خلي امام عاشور او خلي امام عاشور يلعب يمين او بن شرقي يلعب يمين، وخلى قفشه ينزل تحتيه. طب ما هو بن شرقي حته المهاره في حته انه يحتفظ بالكوره عنده الحته دي احسن من طاهر. طب ليه مثلا اطلع بن شرقي واسيب طاهر في الملعب؟ هو طاهر مش وحش، طاهر ما شاء الله السنه دي حلو، بس ماشي الماتش ده كان محتاج كده، كان محتاج انك انت تسيب بن شرقي في الملعب. وبعدين تبديل الشحات فارق جدا. طب ما انت طاهر اصلا من يعني طاهر مثلا من الدقيقه 70 او من الدقيقه 75 بقول لك انا خلاص انا جبت خلاص اهلي انا مش قادر العب. طب ما تطلعه. انا حتى كنت قاعد بتفرج على الماتش امبارح، يعني يا عم انجز غير نزل الشحات دوت الشحات اتأخرت في التبديله خالص. طب ليه؟ يعني مش فاهم. الاول في اول ماتشين كنت ما شاء الله عليك ماشي ودايس والتبديلات في وقتها الصح وبتضغط صح وبتعمل حتى التشكيله ذات نفسها كنت بتلعب صح. يعني مثلا ليه مش عايز تبدل في التشكيل؟ لما تلعب بمصطفى العيش لو انت مش عايز تلعب بمعلول العب بمصطفى العيش شمال ونزل يلعب بياسر وداري. ليه مش عايز تلعب باشرف داري؟ لما تلعب باشرف داري ويلعب بياسر ابراهيم ويلعب بمصطفى العيش لان كوكا فرق. كوكا امبارح كان فرق. ما تنزل مصطفى العيش ويلعب بهاني يمين ومصطفى العيش شمال. امبارح ان انت تلعب باكرم دي، اول ما شفت التشكيله وشفت انك بادئ ان الاهلي بادئ باكرم ومروان، عرفت ان الاهلي نازل خايف من الماتش وان عماد النحاس نازل خايف من الماتش. هو إن عنده ضغط كبير ان هو ينزل يلعب بمروان عطيه ويلعب باكرم. طب ما ده اكتر حاجه اثبتت لي انك انت نازل لو جبت جول ترجع تدافع باقي الماتش. ما ده اللي كان بيعمله كولر. ايه اللي انت جددته عن كولر؟ اضغط، انت معاك سكواد اقوى سكواد في افريقيا، اضغط دوس جبت ده وجيب التاني. انت مش كابتن المحله ولا سيراميكا. فالاهلي هتضغط دوس يا عم هكمل هتجيب جوان هتجيب التاني هتجيب التالت. ليه ارجع دافع؟ وبعدين برضو حاجه
الدفاع اصلا دلوقتي في الاهلي مش يعني، انت عمال الاهلي عمال يجيب في الميركات، يجيب لعيبه هجوميه، تريزيجيه، بن شرقي، زيزو، الناس دي كلها عمال تجيب تزود لعيبه في الهجوم، وعمال تجيب لعيبه في خط النص. جبت محمد علي بن رمضان، واليو ديانج راجع، جبت حمدي فتحي. طب ايوه بقى فين الدفاع؟ الدفاع انت داري اصاباته كتيره، وعندك رامي ربيعه ان شاء الله خلاص هيمشي، ان شاء الله يعني باذن الله يمشي. مش هيبقى عندك غير اثنين في السردباكات اللي انت ضامنهم هتروح تلعب بيهم كاس عالم، مصطفى العش وياسر ابراهيم. واحنا كل ماتش لو بيخش فينا جوان فبيخش بسبب الدفاع. انت ما عندكش باك شمال عدل تعرف تعتمد عليه، حته الدفاع ما عندكش سرد باكات عدله تقدر تعتمد عليه. امبارح سيد نيمار انا حسيت ان هو نيمار بجد، داخل وسط خمس لعيبه واللعيبه كده مش قادرين يضغطوا عليه، لحد ما بصال ليا وانور واستلام هوله ومعاه ياسر ابراهيم ومعاه هاني، لف بيهم والشناوي كله ما شاء الله سايب الجون كله فاضي. ليه؟ هات بقى في الميركات، هات زين الدين بالعيد، هات سيرتيفيكات تانية، هات سيرتيفيكات مصرية مثلا، هات سيرتيفيكات مصري تاني مع واحد أجنبي. ليه أنت مصمم إن أنت لأ؟ هو أنا ماشي هروح أجيب أجوان، بس برضه هيخش فيا أجوان. مش فاهم، أنا هروح هناك وهطلع بفضيحة وهتفضح بسبب الدفاع اللي معايا ده. أنا مش هروح هناك هلعب قدام ميسي وسواريز والناس دي كلها، وألعب قدام بورتو وبالميراس والناس دي، هلعب قدامهم باسل إبراهيم ومصطفى العيش. ما كانوش عارفين يمسكوا إيه وأمور هيمسكوا ميسي وسواريز؟ يعني مش فاهم أنا إزاي. واحنا خلاص عقدنا مع مدرب سيري فيرو، ابدا بقى بين يعني خلاص ماتش فاركو الجاي بعد 10 ايام، اللي هو يوم الاربعاء اللي بعد الجاي. فخليه يتولى الاداره من دلوقتي، لانك انت اصلا يا دوبك انت كلها اصلا تقريبا يوم 9 هتلاعب باتشوكا المكسيك، ماتش ودي في امريكا. انت اصلا هتروح من اول 6، من اول شهر 6 هتروح تسافر امريكا عشان تعمل معسكر استعداد هناك. خليه هو يتدرب دلوقتي، حتى لو الاخبار اللي طالعه صح ان عماد النحاس هيبقى مدرب عادي زي سامي قمصان كده. خلاص ماشي، خليه هو المدرب الجديد ده يمضي ويدرب الاهلي ال 10 ايام دول. وحتى لو عماد النحاس هو اللي هيحط التشكيله وهو ممكن مثلا يدير الماتش، بس على الاقل خلي المدرب ده هو اللي يبدا يمسك الاهلي من دلوقتي، هو اللي يبدا يعرف اللعيبه، على الاقل يعرف اللعيبه في ال 10 ايام دول. كده كده ما تتفرقوا، انت محتاج منه نقطه واحده وخدت الدوري، وانت في اوحش الظروف، انت هتتعادل. يعني انت معاك السؤال، انت من غير مدرب يعني ممكن مثلا يعمل نقطة، هتطلع بنقطة قدام فرق. هي فرق مش سهلة، بس يعني انت معاك برضه سكواد جامد، سكواد مش سهل. حلو، اخلي عماد النحاس هو يبقى يمسك مدرب، بس ده يبقى المدرب بقى الفعلي الحقيقي للاهلي، فيليب يورو المدرب الحقيقي فعلا للاهلي. كان ال 10 ايام دول بقى يقدر يعرف اسم اللعيبة. يعني انا فاكر سواريز في الموسم بتاع 2022 لما جبناه، لما جه يمسك الاهلي في وقت ما موسيماني خلاص مشي، جبناه في اخر مثلا كان مسك شهرين مثلا في الاهلي، كان معاه ورقه بيحفظ فيها، بيعرف فيها اسم اللعيبه، كان ماسك ورقه كده عايز يعرف اسم اللعيبه فين. انا بقى مش هجيب مدرب وانا رايح العب اهم بطوله في العالم، يعني بقى اهم بطوله في العالم دلوقتي يعني ابصم لكم كده بالعشره واتوقع و100% ان البطوله دي اللي هتحسب من خلال البرازيل. يعني اللي هياخد البطوله دي، يعني مثلا اذا كان ريال، برشلونه، ليفربول، باريس، واحد من يعني يا صلاح يا يامال يا ديمبلي، واحد منهم هو اللي هياخدها يا مبابي. واحد من دولت لو الفرقه دي اللي خدتها، واحد من دولت بس اللي هياخد البطولة. فانت رايح تلعب اهم بطوله، رايح تلعب اهم بطوله في العالم، يعني دي اهم بطوله في الوقت الحالي. حلو، خلاص بقى هات مدرب دلوقتي. انا مش هجيب مدرب يكون بيلعب قدام انتر ميامي ماسك ورقه عايز يعرف فايز من اللعيبه وكاتب فايز من اللعيبه. ده انا رايي من محيط المدرب. امبارح بقى في حته يعني مثلا مش مثلا على الماتش بتاع امبارح الحمد لله عدى بخير. الواحد كان فاكر ان هو مستحيل يفرح الفرحه دي على ماتش في الدوري المصري، بس انا اول مره اللي هو بحس ان انا بجري كده. بص بعد الجول ما جه، انا كنت واقف في السوبر ماركت بتاعنا، كنت واقف بتفرج على الماتش مع واحد صاحبي، والله العظيم افتكرت الكارنيه او الجول اول ما جه. انا اصلا كنت بتفرج على التليفون، كنت عايز ارمي التليفون من ايدي. فربنا يديم الاهلي مصدر السعاده لينا. ولازم الاهلي يحترم علي معلول اكتر من كده. علي معلول اسطوره في النادي الاهلي، علي معلول مش اي حد يجي يلعب في الاهلي. علي معلول في وقت في اللي هو واصل للبيك بتاعه كان جاي له عروض، لو حد غيره محترف كان ساب النادي ومشي.
عايزكم تفتكروا الحته دي، علي معلول مش مصري، علي معلول مش من ابناء الاهلي، مش طالع من ناشئين الاهلي. علي معلول انت جايبه عنده 26 سنه من الصفاقسي، يعني هو اصلا مش متربي في الاهلي. فحته ان هو يجي يلعب في الاهلي ويحب الاهلي الحب ده ويجي له عرض 10 اضعاف الاهلي وما يرضاش يروح عشان هو عايز يقعد في الاهلي، لازم يكون في احترام اكتر من كده لعلي معلول. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم علي ويكا.